صباح الخير بنات، صباح الأنوار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم حبيباتي قررت نجيكم فيديو ماهوش في موضوع محدد أو موضوع معين، راح يكون فيديو فقط ارتجالي ولا مباشر، يعني مباشرة مني بدون أي عمل مونتاج مسبق. كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي بدينا تحضيرات العيد او التحضيرات الصيفيه بصفه عامه. بصراحه احنا كنساء جزائريات التحضيرات تاعنا تكون دائما مسبقه، دائما في جميع المناسبات او بدون مناسبات. هنا حبيباتي قبل ما نبدا الفيديو نتاعي حابه نشكر جميع الاخوات الراقيات المتالقات الجميلات اللي راهم يدخلوا لعندي للقناه ويعلقوا لي، اللي راهم يدعموا فيا في قناتي هذه، القناه الجديده اللي تدعم فقط المراه ثم المراه. طبعا كي نقول تدعم المرأة ماشي معناتها راهي ضد الرجل او الزوج، يعني احنا كنساء متزوجات او كنساء غير متزوجات ضد الرجل، لا. القناة هذه تدعم المرأة لكي تكون ناجحة، وعلى بالنا بلي كي تنجح المرأة بإذن الله راح تنجح العائلة تاعها، وبالتالي راح يعود يعني النفع على الزوج والأولاد. يعني طبعا أنا حبيباتي اليوم حبيت نشارككم مقاطع فقط من تحضيراتي أو تنظيفاتي للعيد. تنظيفات الكبيرة طبعا البنات، حنا التنظيفات اليومية هذه كنديروها دائما، ولكن هذه تنظيفات راح تكون كبيرة، اللي هي نحكوا الحيوط ونحكوا الأرضيات، يعني يكون غسل يعني عميق ومتعمق. طبعا هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي بديت بالمطبخ الذي يعني يكون أكثر شيء يكون متعب، هو المطبخ، لأنه فيه تفاصيل بزاف وفيه أيضا أشياء كثيرة موجودة في المطبخ، مثل الأواني والمستلزمات المطبخية. طبعا هنا حبيباتي يعني كنت ذكرت لكم سابقا لازم نقصوا قد ما نقدروا من الأشياء اللي نستعملوها، نخليو فقط الضروريات باش يكون التنظيف سهل. كما راكم تشوفوا انايا راني حاطه كامل الاشياء اللي حابه نطيشها، والاشياء اللي راح نغسلها، والاشياء اللي راح نخبيها فوق البوطاجي عفوا، نخلي فقط الاشياء اللي راح نستعملها في هذه الايام، بدون ما يعني نخسر على روحي او نحط روحي في مواقف انه ما يكفينيش الوقت ولا ما يكفينيش مكان. خاصه الثلاجه البنات لازم تفرغ، يعني تفرغ جذريا، نخلي فقط الاشياء جد 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 ضروريه في المجمد. ان شاء الله اذا كتب الله في العيد هذا راح نحطوا فيها اللحوم او البزلوف، كما على بالكم جزائري بزلوف اللي هو راس ورجلين الخروف. المهم نحتفظوا باللحم بلا ما يفسد لنا، ايضا بلا ما نحطوا اشياء اللي تكتسب لنا رائحه من الثلاجه. هنا كما راكم تشوفوا البنات بصراحه والله البنات اجمل شيء انا يعجبني في التنظيف هو عندما يعني نغسل النباتات تاعي، كي نشمخ الحيوط ونشم الريحه هذيك نتاع التراب ولا الريحه نتاع السيمان، يعني هذيك الريحه انا بصراحه نعشقها ونهواها وتعجبني. هنا البنات كما راكم تشوفوا نباتاتي اهملتهم، والله اهملتهم جدا جدا جدا. هذو النباتات البنات اللي راكم تشوفوا فيهم راهم عندهم اعوام واعوام، يعني وسنين، وانايا يعني محتفظه بهم والحمد لله ما ماتوليش. يعني كاين نباتات بزاف ماتوا، ولكن الاغلب تاعهم ما ماتش. كيما هذا النبته تاع العنكبوت، نبته العنكبوت جبتها صغيره البنات، جبتها صغيره بزاف، انا اللي كبرتها يعني. وايضا في هذا الاسبوع راني نقلت يعني منها يعني شجيره صغيره، راح تشوفوها ان شاء الله معايا في المستقبل. اللي مهتمين بهذا النوع يعني من الروتينات او اعمال تاع الزراعه ولا البنات يقدروا فقط يكتبوا لي في الكومنتير، لاني انا من المهتمات بهذه المواضيع، نقدر نفيدكم في بعض الاشياء ولو تكون بسيطه ولكن راح تكون مفيده لكم. هنا حبيباتي بعد ما خلصت التسياق تاع المطبخ تاعي كانت عندي خياطه. حبيباتي انا خياطه، يعني انايا الحمد لله ماشي متمكنه ولكن نمارس مهنه الخياطه. هنا كما راكم تشوفوا كان عندي هذا الفستان، حبيت فقط نشاركه معكم، كنت خيطته في البيت بهذه الطريقه البنات. شوفوا يعني الشكل تاعو في الظهر كنت انا اللي اخترعته هذا الشكل بصراحه، ما كانش عندي قماش كثير، ما كانش عندي اشياء باه نديكوري هذا الفستان، فقررت نعمله بهذا الشكل فقط. راح نشارك معكم في نهايه الفيديو النتيجه نتاع هذا الفستان. ايضا عندي فساتين اخرى اللي تحب يعني تحب ولا مهتمه بهذه الانواع من الاشياء او الفيديوهات او المواضيع، انا عندي قناه تاع خياطه حبيباتي، تقدروا فقط تدخلوا ليها وراح تستفيدوا منها كثيرا. دايره فيها مشاريع، دايره فيها مشاريعي انا الخاصه كيفاش نربح المال، ودايره فيها افكار جد جد مهمه. القناه البنات هي قناه اسمها خياطة
اسمها كوتير باترون. راح نشاركها معكم لانه نوعا ما مميزه. راح ندير لكم صوره مصغره هنا يعني باه تشوفوها وتدخلوا ليها. طبعا كما كنت ذكرت للمهتمات فقط. هذه القناه يعني كنت بديتها مؤخرا فقط، ما عنديش مده. هذا مكان البنات كما شفتوا هنايا. هذا الفستان جد جد رائع البنات. اللون تاع القماش رائع والشكل تاعو جا بسيط، ماشي بسيط 100% ولكن جا يعني حلو في العين كما نقولوا احنا. من هنا حبيباتي راح نختم معاكم وانتم تفرجوا في اللقطات هذه حتى تشوفوا يعني النتيجه تاع الفستان تاعين. كما نعاود نقول لكم حبيباتي، نشكر جميع الاخوات الراقيات الجميلات المتألقات والمثقفات. ما نقولش المتعلمات لانه كاين فتيات متعلمات ولكن للاسف جاهلات في مخهم، معقدات مشتتات. المهم حبيباتي كما قلت لكم صحة عيدكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ينعاد عليكم العيد بالصحة والهنا، ويا ربي ندعيو مع بعض يا رب فك الحصار على غزة، يا ربي انصرهم يا رب يا رب، وخفف عنهم يا رب العالمين. يا ربي انت قادر على كل شيء يا رب العالمين. فرج همهم ويسر امرهم. واش راح نقول لكم البنات، احنا نقدروا ندعي ونقدروا ندعموهم عفوا في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه الفيسبوك ولا التيك توك. هذه الامور اللي راهم منتشرين جيدا نقدروا ندعموهم باللايك تاعنا، بالتعليق، بالبارطاج. يعني هذا فقط كاقتراح مني. المهم حبيباتي انا مش حابه نكثر عليكم هذا الهضره في هذه المواضيع لانه كاين اشخاص للاسف ينزعجوا من هذا الكلام، لا ادري لماذا، ربما لانه يخاطب العقل الباطن تاعهم وهذا الامر ما يعجبهمش للاسف. المهم هنا حبيباتي نخليكم في امان الله، وان شاء الله راح نتلاقاو بعد العيد اذا كتب ربي، يعني بالك ثاني يوم عيد ان شاء الله. المهم لا خلصنا شغالاتنا، ربي يعين كل ربي ان شاء الله يعطيكم الصحه وربي يحفظ لكم اولادكم وازواجكم واهلكم. مع السلامه، فيديو اخر، الى اللقاء.